اليوم غنرجع بكم الحلوى الزمن الجميل، الحلوى اللي كنا كنديرو شحال هدايا في العيد الصغير، في عيد الاضحى. كنا كنخرجوها الفران ديال الزنقه، ديك الساعه باقي ما كاينش الفران، ما كاينش الناس دايرين الفران بزاف في الدار. كتجي رائعه. اليوم غنحضرها معكم بواحد الطريقه زوينه، حتى هي كتصلح لهاد الايام ديال الصيف ديال الضياف. حتى هي تحطوا شويه في الكاسكروت، شويه في الفطور، كتجي رائعه رائعه. بلا بيض بلا زيت، كتجي كتحمق. انتم غادي تشوفوا معنا المقادير. وبالنسبه للزواق ديالها، دوك لي فخوي دوك العاديين تقدروا تاخذوا غير 5 ديال الدراهم وتزوق لكم، وكتخرج تبارك الله واحد الكميه كبيره. انا تقريبا نص كيلو ديال الطحين، شوفوا تبارك الله خرجت هذا التبصيل كبير. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو بين الحباب والصحاب باش تعم الفائده. هنايا في البول عندي 250 غرام ديال الزبده. 250 غرام ديال الزبده، درت كاس ديال السكر كلاصي، وكنخلط داك الخليط ديالي مزيان حتى كيولي بحال بوماد. كنزيد عليها واحد فلون صغير، وكنزيد عليها واحد نص كاس ديال مايزينا وواحد الفانيا. وكنجمع الخليط ديالي. هنا خدات ليا 550 غرام ديال الطحين بالضبط، وعلى حسب الطحين كل واحد غادي يقدر ياخذ له. كاين الطحين شي مره كيكون كيشرب. هنا كنخدم بهذا البوق ديالي. العجينه ما خصهاش تكون ثقيله باش ما تعكش لكم في البوق، يعني تكون معادله، ما ثقيله ما خفيفه بزاف باش ما تسيحش ليكم. هنا راه بلا خميره نهائيا، ما كنديرش فيها الخميره. وكنبقى نطلق هكا العجينه ديالي في البوق، كنزوقها بهاد لي فخوي. تاخذوا غير 5 ديال الدراهم. ديروا حيده كيكون الفران سخون ضروري. كنسخنوا الفران وكندخلوها، وهكا كتجي الحلوه ديالنا.